يا مساء الحب والسعادة على الناس الحلوة بزيادة. لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي كوكي. يلا بينا نعمل مع بعض حاجة ترطب على القلب في الجو الحر النهار ده. أنا كان عندي واحدة شمامة بس مش مسكرة، قلت أعمل بيها إيه يا ترى؟ قلت لا، ده أنا أقطعها حتت كبيرة شوية كده وأحطها في كيس تلاجة بس تبقى مفرودة، وأحطها في الفريزر لمدة 5 6 ساعات علشان اعمل بيها ايه حاجة حلوة خالص. وبعد ما فردتها في كيس الفريزر الكيس التلاجة يعني وقفلت عليها جامد علشان ما يدخلهاش اي هوا بتعمل كريستالات مية، حطيتها في الفريزر لمدة 5 6 ساعات. وبعد ما خرجتها زي ما انتي شايفة كده، هسمي الله وافتح الكيس كده بالراحة وبشويش، واجيب الكبة بتاعتي وهحط القطع بتاعت الشمام في الكبة وهفرمها فرم ناعم. لازم يكون الفرم معايا ناعم علشان هعمل بيها حاجة حلوة خالص. هما مش بيحبوها عصير عندي، فقلت ايه اعمل بيها ايه؟ هتشوفي معايا انا هعمل بيها ايه. ضربتها طبعا في الكبة بتاعتي ضربة كويسة لغاية ما فرمت معايا وبقت ناعمة. انا هوريها لك ناعمة ازاي. لازم تكون ناعمة على الاخر وتكون برضو متلجة. انتي شايفاها عاملة ازاي؟ بس يا ستي هتحطي فيها كريم شانتيه. طبعا انا ما كانش عندي كريم شانتيه خام، كان عندي الاكياس دي. حطيت اول حاجة كيس واحد، ولو احتاجت هحط الكيس التاني، و4 معالق كبار من السكر البودر، لان انا قلتلك ان الشمامة دي مش مسكرة. وهضربها تاني ضربة حلوة خالص، وهشوفها لو احتاجت كيس كمان من الكريم شانتيه هحط لها، لو ما احتاجتش خلاص. لا لا لا، ده هي كده محتاجة كيس كمان، فانا حطيت لها كيس كمان. يعني هي حوالي هتاخد نص كوباية من الكريم شانتيه او 3/4، يعني براحتك. وانتي بتحطي الكريم شانتيه دي بتختلف على حسب حجم الشمامة عندك، لو هي كبيرة او صغنونة. لو صغنونة هتحتاج كيس واحد، لو كبيرة زي بتاعتي كده احتاجت كيسين 2، يعني حوالي نص كوباية من الكريم شانتيه. بس يا ستي بعدها هجيب الاطباق البلاستيك وهحط فيها الايس كريم بتاعي وعليها شوية من الشوكولات شيبس. عرفتي يا ست الكل انا عملت ايه؟ ايوه، عملت ايس كريم حلو خالص يرطب على القلب في الجو الحر النار ده. وهحطها في الفريزر لمدة 5 6 ساعات، ولو يستحسن يعني لو تاني يوم يبقى حلو خالص. وبعد ما خرجتها قعدت بتاع نص ساعة كده لغاية ما تفك شوية كده علشان اعرف اللي انا اشكلها واحطها في الكوبايات بتاعتي بتاعة تقديم الايس كريم. وهسمي الله بقى واحط بقى في الكوبايات بتاعتي واشكلها بالشوكولات شيبس براحتك بقى. انا بكسر اللون، وكمان طبعا بيبقى طعمها بتوديها في حتة تانية خالص، بتبقى طعمها جنان. بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وصحتين. بجد الحاجات دي حلوة خالص عشان معمولة بكل حب وسعادة، عشان كده طالعة حاجات فخمة. طبعا احلى طبعا من الحاجات بتاعت بره. حاجة مضمونة، فاكهة طبيعية. بجد يا ريتك يا ست الكل تعملي الحاجات الحلوة دي لولادك وتفرحيهم. واستنوني مع طبخة جديدة وأكلة جديدة من مطبخ كوكي. بحبكم في الله.